ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا يعني عامله طبق كسكسي. انا مزوقاه. بس احنا هنشوف احنا عملنا كسكسي ازاي. بصوا انا مزوقه بطريقه بالطبق بتاع الرز. يعني انا حطيته في كبه صغيره كده وزوقته بالزبيب والسكر. عايزين بقى تاكلوه بسكر، بحليب، بشوربه. كل بلد ولها اكلها، وكل بلد وله اسمه. احنا في مصر بنقول عليه الكسكسي. ايه رايكم؟ يلا نشوف. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت 3 كيلو دقيق. 3 كيلو دقيق اهوت. وجايبه ميه من الحنفيه. الكسكسي ملهوش معيار. ملهوش معيار. انا بس معلقه ملح في الميه. اهي. ميه من الحنفيه. وهرش حبه حبه وهفرك على ايدي زي ما انتم شايفين كده. بصوا. انا ببصه على ايدي. بحاول اخليه مخرز. اهو. دي طريقة الكسكسي على اصولها. في المنطقة اللي احنا فيها دي في مصر. اه. بصوا اتفرج عملته ازاي، زي البلي الصغير كده. اقول لكم ايه عشان تعرفوا، في ناس ما تعرفش يعني ايه كسكسي. اه. دي بقى ديارة او غربال زي ما بتسموها. بصوا في منها صغير. المنخل ده حرير، انا بنخل بيه الدقيق. في زيه منه صغير، لو انتم مش عارفين تجيبوا الكبير يبقى الصغير على قدكم، هتعملوا كيلو ولا حاجه. انا هغربله بقى كده، ههزه. بصوا انا حاطه في نص التشتيه او القروانه زي ما انتم بتسموها برضو. مش عارفه انتم بتسموها في كل حته لها اسم برضو. بصوا بيبقى ناعم ازاي. انا هعمل كده اخر حبه دولت خالص اهوت. بصوا بقى، لو لقيتوا الحبايه طريه في الاخر خالص ممكن تاخدوا شويه من تحت وتحطوها عليها تنزل. يعني ما سلقتوش شويه دقيق بس. ودايما خلوا شويه دقيق جنبيكوا. حتى لو كوبايه زي ما انا عامله كده بتنزل. برضه هقول لكم حل تاني. ما عرفتوش تنزلوها وايدكم وجعتكم من الفرق، في الكبه. اهي. بصوا الكبه صغيره بتاعتي على قدي اهي. هحط فيها شويه انا ممكن هفركم، بس انا قلت اوريكم برضه. اهي. عملتهم في الخلاط اهوت. ادي الكبه. واهو بصوا ناعم ازاي اهو. هفضيه في الطبق عشان اوريكم ان ده زي ده. اهو. انا قلت لكم اهو شويه دقيق وتفركم تنزلوا شويه الاخرانيين خساره بدل ما يترموا. اهو كله بقى واحد اهوت. بصوا ما شاء الله. بقى ناعم ومخرز. ده دقيق ابيض. ده الدقيق الابيض يا حبايبي. اهو. بصوا لازم نفركه كده تاني عشان ما يبقاش ايه متكتل. بحطه بقى في حته بيضه زي الشاش وهنحطه في الحله. اهي. الحله انا وريتكم قبل كده انا عملته ازاي. انا عملتها ازاي. شويه دقيق وشريطه كده وبلف حوالين الحله. الحله لو ألمونيا حطوا فيها شويه خل شويه كركديه. انا حطيته اهيت، والميه بتاعته كنت معلقه على الحله طبعا. دي اول طلعه او اول رده ليها في الحله. اهي. بنقطعه بالسكينه بس كده عشان سخن طبعا. شايفين السخونيه؟ يعني البخار طالع منه، الدخانه طالعه منه. فهي يعني هيلسعنا. انا بعمله بالمعلقه بالسكينه. بطبق بقى نفركه يعني زي ما انتوا تعملوا. انا بفككه بالطبق. بصوا بعمله ازاي. لان هو سخن جدا مش مستحمله ان انا افركه بايديا. اهو. بصوا برضو هنهزه تاني. اه. هنهزه تاني نفركه كده برضو شويه بحيث ان احنا طول ما هو سخن وانت بتعملي كده معلش هو بيلسع ايدك شويه. بس بيتفكك كله. لو سبتيه يبرد هيتكتل منك ومش هتعرفي تفركيه. اه. هنهزه تاني. دي تاني مره. دي تاني مره نهزه. هو بيتهز مرتين. لو عايزه بقى ومش ما عندكيش الغربال ده خالص، او الديار او اي حاجه من دي مش عارفه. لو عندك كبه بقى كبيره هتعملي فيها الموضوع ده كله كده. بس يعني موضوع الكبه ديت او الخلاط بيبقى عايز كيلو بس، لكن ما يبقاش عايز كميه 2 3 كيلو لا. الخلاط يعني مش هيستحمل. بصوا انا ههزه خالص اهو. نفس اللي انا عملته برضو تعملوا. تعبتوا ايديكوا وجعتكوا تعملوا شويه دي يا اما تعملوهم في الكبه. اهي. انا هزيتها كلها خالص وطلعتهم اهوت. نعمت كله. انا معايا معلقه بيكنج باودر كبيره. رشيتها عليها كلها كده وهقلبها اهوت. وكوبايتين ميه تاني وفيهم ملح. كوبايتين 2. زين جنبي برضو شايفين ايد زين. كان عايز من معايا. حطيت له كوبايتين ميه دولت بقى اللي ايه معلقه البيكنج باودر. وكوبايتين الميه بيخليه هايش كده زي السفنج. هرده تاني مره.
اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سامعين الطبلة دي كده استوى. طالما نطبل كده يبقى استوى اهو. دي الردة التانية كده خلاص هننزله اهو. اما بتحس ان بتطبل كده زي الطبلة بيبقى استوى. نزلته اهو خلاص، ولا هنعمل فيه حاجة تاني ولا مية ولا اي حاجة. كده بقى بنفككه من بعضه خالص عشان يبقى ايه مفتفت كده يعني مخرز. بصوا انا مش بحبه الناعم ده، بيزور خالص. خلصناه. انا بقى هزوقه في طبق حلو كده زي ما انتوا عايزين بقى، تغرفوه بمغرفة كده وتحطوه زي ما انتوا عايزين. انا حبيت ان انا افنن فيه كده في طبق، قلت اجربه. اه. اتكيت عليها، حطيت شوية في الأرضية وشوية زبيب في الركان، وحطيت طبقة تانية اهي، وبرده طبقة زبيب. مش عايزين تعملوا كده ما تعملوش، انا حبيت بس ان انا يعني ازوقه بطريقة ايه حلوة. عايزين بقى تاكلوه بحليب بسكر بشوربة زي ما انتوا عايزين. بصوا الجمال. وشوية سكر بودرة على الوش كده من ايد ميمي. ايه رأيكم بقى؟ اللايكات الجميلة والاشتراكات الحلوة. قولوا لي انتوا بتتابعوني منين يا اغلى الناس واحلى اخوات واحلى ابناء. ربنا يعزكم ويبارك لي فيكم يا اغلى الناس. اهو حطينا كمان شوية على فكرة الزبيب ده انا اللي عاملاه برضو. انا حطاه في الفريزر، بحطه في بطرمانات وبحطاه في الفريزر. انا عملته قبل كده معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.